السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم بسبوسة اللي كتجي راقية وزوينة لا في الشكل ديالها وكذلك في المذاق ديالها، كتجي بنينة بزاف ما تشبعوش منها، هموية. ونتمنى إن شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنسونيش باللايك بارك الله فيكم والبارطاج مع الاحباب ومع الصديقه ديالكم تعم الفائده. واللي اول مره كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله. على بركه الله. ما غاديش نطول عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. غادي نحتاجو بيضتان بحاله الغرفه ورشه من الملح لتصحيح الذوق، وغادي نضيف عليهم واحد الملعقه اللي هي صغيره من الفانيلا السائله، ممكن تعوضوها بسكر الفانيلا. وعندي كاس الا ربع ديال سكر الخشين اي سكر سنيده. وغادي نضربوا هاد العناصر فقط بالضرب اليدوي. وغادي تلقاو ان شاء الله المقادير مكتوبين في صندوق الوصف اسفل الفيديو كيف ديما بالغرام وبالعبار ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما طربت مزيان هاد المكونات الاولى غادي نضيف الزيت النباتي، عندي كاس الا ربع. كنحاولوا هكا نضيفوه بالتدريج وحنا كنطربوا. من بعد ما كندخلوا ديك الزيت مزيان كنضيفوا الحليب. عندي هنايا الكاس ديال الحليب ما يعادل 150 ملي، يكون بدرجه حراره الغرفه. ممكن تعوضوا هذا الحليب بعصير البرتقال اللي كتبغي البسبوسه بالعصير البرتقال. وكنضيف واحد العلبه ديال الياغورت اي الزبادي قياس 110 غرام. ممكن ديروا الياغورت طبيعي بدون سكر او بالسكر، او ديروا الياغورت بنكهه الفانيلا. كنفضل بنكهه الفانيلا، كتجي البسبوسه رائعه وزوينه. صافي غادي نخلط جميع العناصر وباقي لنا غير النواشف ان شاء الله. هنا غادي نخليه جانبا وغادي نمروا باش نديروا يعني المكونات اللي باش غنزينوا هاد البسبوسه ان شاء الله. عندي هنايا التفاح اللي غادي نبشرو في هاد المبشره اللي كيكون الحجم ديالها كبير. كتستعملوا جوج تفاحات يكون الحجم ديالهم متوسط او وحده كبيره، كيبقى لكم الاختيار. ممكن ديروهم حتى جوج كبار اللي بغات يعني تجي الطبقه ديال الفوقانيه كتجي عامره مزيان. هنا استعمل جوج متوسطين. هنا من بعد ما بشرتهم هنايا كنضيف عليهم قطره من الحامض باش ما يتاكسدش داك التفاح ويتغير اللون ديالو على ما نديرو ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما كنخلط هذا التفاح اللي ضفت ليه ديك القطرات ديال الحامض كنجيبوا المكونات اللي غادي نضيفوها كتبقى اختياريه. هنا عندي اللوز افيلي كتشاهدوا هنايا، وعندي هنايا الكاوكاو مهرمش، وعندي الزبيب اي العنب المجفف. كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروا غير التفاح ما كانش متوفره هاد الفواكه الجافه، ممكن تضيفوا غير مكون واحد ديروا غير التفاح والزبيب. اللي متوفر عندكم بغيتوا تضيفوه كيبقى لكم الاختيار وحسب المتوفر. هنا كنضيف واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال الدقيق، وكنزيد كنضيف واحد الملعقه اللي هي صغيره ديال القرفه. والقرفه كتبقى اختياريه، اللي ما كتعجبوش ممكن يستغنى عليها او يدير الكميه حسب الرغبه. هنا كنخلطوا مزيان هاد الدقيق مع هاد الفواكه الجافه وكذلك التفاح. هاد العمليه كنديروها باش من بعد ما نديروها ان شاء الله فوق البسبوسه ديالنا ما ينزلوش دوك الفواكه الجافه لاسفل القاع ديال المول، وكذلك باش يبقاو موزعين على البسبوسه كامله من الاعلى. كنجيبوا المول اللي غادي نطيبوا فيه كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالسميده او الفينو حسب المتوفر. وقياس هاد المول 26 سنتيمتر. هنايا صافي من بعد ما دهنتو مزيان ورشيتو بالسميده غادي نمروا ان شاء الله للخليط ديالنا نخليوه جانبا. هنايا غادي نخدم بالفينو الدقيق القمح الصلب، يعني السميد الناعم جدا. اللي ما متوفرش على هاد السميد او هاد الفينو ممكن تخدم بالسميد العادي الحجم متوسط اللي كنخدموا به البسبوسه والحرشه. هنايا ضفت جوج كيسان ديال الفينو وجوج اكياس من خميره الحلويات البيكين باودر ما يعادل 14 غرام، او ممكن ديروا ديال 16 غرام يعني من فئه 8 غرام. وهنا مازال غادي خصني نضيف واحد نصف كاس اخر يعني جوج كيسان ونص. ولا درتو السميد العادي الحجم متوسط كتكتفيو بجوج كيسان فقط، لان السميد المتوسط كيتشرب على الفينو. الفينو كيكون يعني الحبه ديالو رقيقه. كنضيف نصف كاس فقط يعني جوج كيسان ونص. وهنا واحد الملاحظه مهمه خصني نقولها لكم، ولا غادي ديروا هاد المكونات اللي ضفت يعني التفاح
والزبيب ودوك المكسرات، يعني كيكون القوام شويه كيف كتشاهدوا ثقيل. ولا غديروا غير الكوك من الفوق كتكتفيو بجوج كيسان وربع من الفينو، يعني كيكون القوام ديال الخليط ديالكم كيكون خفيف شويه على هذا. دابا كنتقلوا شويه هذا القوام باش حتى دوك المكونات ما ينزلوش للاسفل. صافي هنا من بعد ما خويت الخليط ديالي في المول راني شاعله الفرن، يعني كتشعلوه من قبل كتخليوه يسخن، عاد كتدخلوا البسبوسه ديالكم. دابا غادي نضيفوا دوك المكونات اللي وجدناهم من قبل، داك التفاح والفواكه الجافه. هنا كنحرك هكا المول باش نوزع على الخليط بالتساوي، وكنضيفوا دوك الفواكه والتفاح فوق البسبوسه ديالنا. كيف كتلاحظوا كنحاولوا نوزعوا مزيان جميع الاطراف. نضيف مازال هاد الحبيبه ديال الشوكولاته اللي كنديروا الكوكيز، كيبقاو اختياريين، ممكن تضيفوهم، ممكن تستغناو على الشوكولاته، او ممكن ما توفاش عندكم هاد بيتي شوكولا من بعد ما كتخرج من الفرن كانت عندكم شوكولا كبيره، يعني كتقطعوها بالموس وكتضيفوها من فوق البسبوسه ديالكم. من بعد ما كتخرج وكتسقيوها كتضيفوها من الفوق. صافي ان شاء الله غادي ندخلها للفرن اللي سخون من قبل، كنشعلوا ليها من الاسفل فقط حتى تطيب وتحمر، من بعد من الاعلى. وهنا غادي نوجدوا السيرو. عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الماء، وغادي نزيد واحد نص كاس اخر، كاس ونصف، ممكن ديروا حتى لجوج كيسان ما عامرينش. وعندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده اي سكر الخشن. هادو هما كل المكونات. ما غاديش نضيف الليمون اي الحامض او شي منسمات. من بعد ان شاء الله ما غادي نخليه فوق النار حتى يوصل لدرجه الغليان. من بعد كنحسبوا ليه 5 دقائق وكنطفيو عليه، وغادي نقول لكم باش غادي نسم. هنايا من بعد ما وصل درجه الغليان كنخليوه 5 دقائق وكنطفيو عليه. صافي هنا مباشره من بعد ما كنطفي على هذا السيرو غادي نضيف واحد المنسم كنضيفو لهاد البسبوسه، كتجي رائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوا به. عندي هنايا الروح ديال اللوز كنضيف واحد 2 معالق، ممكن ديروا ملعقه اللي هي كبيره ونصف، كيبقى لكم الاختيار. كتجي البسبوسه رائعه، كاع اللي ذوقها عندكم يحمق عليها، كتجي زوينه بزاف بهذا الروح ديال اللوز. صافي كنحرك مزيان وكنخليه جانبا حتى يبرد. هنا كيف كتشاهدوا يعني من بعد ما طاب تقريبا البسبوسه، يعني قريب تاخذ اللون من الاسفل وجات عاليه وزوينه كيف كتلاحظوا. صافي غادي ان شاء الله نطفي عليها من الاسفل وكنشعل عليها من الفوق حتى تاخذ اللون المرغوب فيه. وهنا من بعد ما خرجتها مباشره كتجيبوا داك السيرو من بعد ما برد، يعني البسبوسه كتكون سخونه والسيرو كيكون بارد، وكنسقيوها مزيان. نحاولوا نسقيوها من جميع الاطراف، وغادي نخليوها تشرب هاد السيرو حتى تبرد، ونرجع معكم باذن الله باش تشوفوا الشكل النهائي، او من بعد ما نقطعها لكم باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. كنتحصلوا على واحد البسبوسه اللي كتجي راقيه في الشكل ديالها، زوينه بزاف، وفي المذاق ديالها ما تشبعوش منها اخواتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها. صافي هنا من بعد ما خليتها تبرد، الا كنتو زربانين كتدخلوها الثلاجه باش تنزل الحراره ديالها تبرد وتقدموها. ولا كنتو زربانين عليها بسم الله. من بعد ما قطعتها لكم كيف كتشاهدوا كتجي رائعه وزوينه وكتجي معلكه وبنينه بزاف، ما تشبعوش منها اخواتي. ملي كتبغي البسبوسه تجي رقيقه على هادي ديروا غير في المول يكون كبير، يعني ديال 28 او حتى 30 سنتيمتر. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المتابعه، وما تنسونيش باللايك بارك الله فيكم، والبارطاج مع الاحباب ومع الصديقه ديالكم تاعهم الفائده. واللي اول مره كتشاهد فيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلكم ما هو جديد ان شاء الله. وهذه هي أخواتي إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله وحفظه، مع السلامة.